حضرتكم بدأتوا المشروع ده من امتى؟ من يوم 20 واحد. 20 واحد، والمفروض ينتهي امتى؟ المفروض ينتهي، لا هو مدته 3 شهور. طيب اشرح لي كده المشروع اللي هو المشروع الهدف منه هي عمل تغطية لبحر اسكندر. الهدف منها المحافظة على مية بحر اسكندر، مية نقية توصل الأرض الزراعية. تمام. وايه تاني؟ بس والمحافظة على انها ما تسربش الأرض الزراعية وما تغرقش البيوت وكده. طيب اللي بدأ المبادرة دي جت منين المبادرة دي؟ من المحافظة ولا من جمعية أهلية ولا من؟ هو المفروض مطالبة الأهالي، بس طبعا بيتفعل دور مجلس محلي القرية ورابطة مستخدمي المياه البحر. يعني حضراتكم تلقيتوا شكاوي من الأهالي بناء عليه؟ بناء على هذا طبعا تم عمل. طيب وفي نفس الوقت كان وزير الري أصدر قرار بمنع التغطية. بس طبعا دي ظروف خاصة هم استثنوا الجزء ده. طيب وايه تاني اللي هتعملوه هنا في البلد؟ اللي هنعمله في البلد هنعمل عداية للصرف الصحي بتكون بسبب فقرات الأراضي الزراعية والمدارس الحكومية اللي هي بتكون، وهنعمل تغطية للجزء الثاني برضه مسدات بحر اسكندر. تمام. طيب ورأيك في المشكلة اللي بتواجه محطة الصرف الصحي نفسها؟ المشكلة ده نقول دي مشكلة عدم إدارية يعني؟ إدارية، بس أنا مش عاوز أقول إدارية عشان ما أسيش لحد. تمام. طيب ومن رأيك المشكلة دي ممكن تتحل إزاي؟ والله ممكن نشوف الناس اللي مسؤولة عن الموضوع ده ويتحاسبوا. المشروع ده عبارة عن إن هو نظافة للبلد، وفي نفس الوقت بنحافظ على الثروة المائية. ده مسألة مية. طيب المبادرة دي جت بناء على ايه؟ مشروع بتحط الوحدة بناء على شكاوى الأهالي مثلا؟ بتبقى شكاوى الأهالي والوحدة المحلية بتبقى عاملة مشروع تنموي يعني. طيب وزير الري أصدر قرار بعدم تغطية لا ما فيش استثناء، ده مستثنى من المحافظة. ده مستثنى، ليه بقى؟ على أساس إن هو هيخدم الجامع ودي نسبة مية مش كبيرة يعني، مية بسيطة يعني. احكي لي بقى عن المشروع ده. المشروع ده ضمن خطة استثمارية للوحدة المحلية 2012-2013. الوحدة لها 500,000 جنيه مقسمة لكذا جزء. في حاجة اسمها إصحاح بيئي اللي هي تغطية مجاري مائية، وهنشتري احنا لودر زاحف 220,000، وشارين أدوات كهرباء كشافات ولمبات لإنارة الشوارع ب 80,000 تبقى 300,000، والمشروع ب 160,000 يبقى 460,000، وال40 تطوير مبنى الوحدة المحلية. 500,000 دي خط تبع الوحدة المحلية. المشروع ده تغطية وتبطين بحر اسكندر بطول 130 متر 135 متر حسب المقايسة اللي بتعملها الإدارة الهندسية فقصة وإدارة العقود. طبعا المقاول السلامة، وبدأ فيها من يوم 18 لحد يوم 28 عشان نهاية السدة الشتوية. بدأنا من أول جامع الكوثر بطول حوالي 130 متر في اتجاه المنطقة الغربية. باقي في البحر حوالي 400 متر باقي تاني إن شاء الله نحطها على خطتين، عشان عندي مدرسة عبد الغني حسان الابتدائية اللي لو حصل تبطين للمصر ده هتعمل عملية نظافة للمنطقة، وهتعملي طريق خارج القرية. يبقى بدل ما العربيات تيجي يوم السوق، خاصة ان سوق القرية يعتبر في نهاية الكتلة السكنية من الناحية الجنوبية، هيخش على الطريق ده. زائد ان في مواطن اسمه علي حسان متبرع ب 14 ايراد لبناء مدرسة اعدادية. فلو اتعمل الخطة الجديدة ان شاء الله باذن الله هتخدم المدارس الاعدادية، وهنقدر نبني المدرسة الاعدادية، لان المدرسة الاعدادية واقف البنى بتاعها وتسريح علشان ما فيش طريق مؤدي ليها.